الاهلي بطل لكاس السوبر، الحمد لله. الحمد لله. هو سيناريو غريب وتحس ان هو مرسوم رسمه سبحان الله، يعني علشان ينقذ 3 اشخاص في هذا العالم. الشخص الاولاني هو مصطفى شوبير، الشخص الثاني ان هو يرجع الحاج مودست للحياه، الشخص الثالث هو انا، لان انا اللي كنت بدافع عنهم من اول اصلا ما هم بداوا اساسا. من اول ما مصطفى شوبير كان بيلعب والناس كلها كانت بتنتقده، وبعد كده من ساعه ما فكرنا في صفقه مودست، فالحمد لله عدت على خير والدنيا اتلمت ومش هتفضح المره دي. وانا عايزك تتخيل وتستوعب كده وتفكر، لو كان الماتش خلص 2-2 ورحنا لضربات جزاء ولا قدر الله الاهلي ما كانش وفق وخدنا البطوله دي، كان هيحصل ايه؟ كنت هتشتم مصطفى شوبير، وكنت هتقول على كولر فاشل، وكنت هتقول على مودست فاشل، وكنت هتقول ممكن انا معاهم كمان فاشل عشان انا بساندهم كلهم. بس الوضع مختلف بصراحه عن كده. وبما ان احنا هنبدا حلقه النهارده وان شاء الله تكون حلقه حلوه ولطيفه، انا عايزك تشترك على القناه وتديني اللايك الحلو على الفيديو ده. ولكن عندي رساله شكر لشخص عزيز عليا، يعني هو المستشار مرتضى منصور بصراحه. يعني متشكرين على كهرباء ومتشكرين على امام عاشور. شكرا يا ريس. من هو لاعب المباراه؟ ده سؤال النهارده، اكتب لي تحت في الكومنتات، اشترك على القناه زي ما قلت لك وشير الفيديو ده. تعالى نبدا ونقول ايه اللي حصل في الماتش ده وليه سيناريو الدنيا اتقلبت بالمنظر ده. انا احمد ياسر، ده برنامج مشترك، اشترك على القناه، ادينا اللايك الحلو. معلش ان انا بغيب وباجي كتير كده، بس ان شاء الله الفتره الجايه هبقى موجود بشكل افضل وهبقى موجود كتير والدنيا هتبقى حلوه. الاهلي بيكسب في السوبر على فيوتشر. بصراحه احنا نسينا حاجه في المقدمه، ان احنا نقول بصراحه برافو جدا لفريق فيوتشر على المجهود اللي هو عمله. بصراحه كانت يعني ماتش كان رائع جدا، مجهود كبير قوي اللي هم عملوه. هم ما جوش الشوط الاولاني، الشوط الاولاني كنت تحس ان الاهلي فعلا هو بيلاعب بس عبد الكبير الوادي، الشوط الثاني كنا بنلاعب عمر السعيد وفي نفس الوقت يعني تحس مصطفى شوبير كده كان فيه شويه اخطاء. بس انا عايز اتكلم على مجموعه حاجات حصلت في الفتره الاخيره وبما فيهم المباراه. اول حاجه احنا بنتكلم ان احنا كنا جايين قبل كده قبل كاس العالم للانديه اداء وحش وخسرانين بطولتين وبطوله سوبر افريقي ومش عارف بطوله تانية بتاعه اللي هو السوبر ليج الافريقي وكل الحاجات ديت. وفي نفس الوقت كان كولر عنده يعني او الجمهور كان عنده مشكله مع كولر وشايف ان هو مدرب مش افضل حاجه في الموسم ده عن الموسم اللي فات. ولكن هو ما فيش حاجه اتغيرت عن الموسم اللي فات غير ان الراجل زي ما قلت لك كان عنده شويه تغييرات اداريه وشويه تغييرات في الجهاز الفني والحاجات دي كلها على عيني وعلى راسي. ولكن هو مكمل على نفس نظامه ونفس الشغل. الاهلي بيلعب 4-3-3، هتلاقي هي نفس الفكره، ان انت عندك دايما في 4 بيحاولوا ان هم يستخلصوا الكوره لو الاهلي فقد الكوره. يعني بمعنى صح، لو الكوره على الطرف اليمين هتلاقي معاك الوينج اليمين والمهاجم وخط الوسط والباك اليمين كلهم بيضغطوا علشان يجيبوا الكوره وبيستخلصوا الكوره وبيعتمدوا كمان على المرتدات. ان حتى بقى عندنا امام عاشور اللي انا بقول للمستشار مرتضى منصور متشكرين عليه، اللي هو كان بيقول دي هديته يعني الكابتن محمود الخطيب، هو وكهربا. لا نعمه الهديه بصراحه، واحد عامل لنا اسيستين والتاني يعني فاهم هيجيب بطولات كتيره قوي ان شاء الله مع النادي الاهلي. فمنظومه الضغط بتاخد الكوره وتلعب على المرتدات، وامام عاشور زي ما قلت لك يقدر يلعب كمان الكور الطويله من ورا لقدام، وكمان بقى مميز فيها بشكل كبير قوي كمان مروان عطيه. فطول الوقت ضغط، بتستخلص الكوره تهجم وتجيب اجوان. الميزه الاكتر ان في الموسم ده مع الوقت وبالذات النهارده حتى في الماتش في اخر الدقائق في الشوط الاولاني او يعني او عامه الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني وجزء كمان من الاشواط الاضافيه في جماعيه كويسه جدا وحاجه زي الفل والدنيا تمام. فبتخش المباراه ديت بالتشكيله بتاعتك بطريقتك العاديه، طبعا الشناوي مش موجود فموجود مكانه مصطفى شوبير، فبتجيب جون اولاني بسبب الضغط واستخلاص الكوره ومحمد هاني مكمل فيجيب كورنر، فكورنر يروح من معلول على دماغ كهربا وكهربا يجيب جون. فاساسا بدايه الكوره كانت الضغط وان انت استخلصت الكوره، ولما حتى فقدتها بتضغط علشان تسترجعها تاني جبت كورنر. فده اللي انا بحاول اوصله لك عن كولر، ان الموضوع مش موضوع عادي كده والراجل ده قاعد نايم، لا الراجل ده بيشتغل شغل كويس جدا طول السنه. انا شايف ان هو بيشتغل شغل كويس، ولكن احنا عندنا مشكله زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت عن النفسيات اللي جوه اللعيبه والدوافع والحاجات دي كلها، بجانب طبعا عامل كبير جدا وهو الارهاق. الجون الثاني برده شغل من ناحيه كولر، وفي نفس الوقت ضغط كبير جدا، بتاخد الكوره وتلعب مرتده تروح لحسين الشحات بيجيب جون ثاني برده ولا اروع وابننا حسين الشحات والدنيا تمام. خلاص خلص الشوط الاولاني وانا بالنسبه لي كده مرضي وزي الفل، والماتش بتاعنا والفرقه كلها بقت مقتنعه ان احنا ركبنا المباراه. ولكن اللي يحصل هو جزء كبير منه ان انت فرقتك الاساسيه جزء كبير منها خرج ونزل الفرقه الاحتياطي اللي هي ما بتشاركش بشكل دايم على طول، ولكن بتشارك في بعض الدقائق من المباراه بسبب التدوير، اخطاء من مصطفى شوبير وهكلمك فيها. وفي نفس الوقت عامل كبير جدا بالنسبه لي في هبوط الموضوع ده الارهاق. غير كده ان انت عبد الكبير الوادي ما بقاش موجود، بقيت بتلاعب بدل ما بتلاعب فيوتشر او بتلاعب عبد الكبير الوادي في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني بتلاعب عمر السعيد. الشوط الثاني بصراحه
فريق فيوتشر كله بلا استثناء عمل شوط كويس جدا وضغط على الاهلي بشكل كويس جدا. الاهلي خلاص كان تراخى وخلصت القصه بالنسبه له من الدقيقه 77. ضغط من عمر السعيد على مصطفى شوبير والفرقه كلها مريحه بما فيهم مصطفى شوبير اصلا، وكان في قله تركيز، فبالتالي تتاخد منه كوره وبتخش جون، او بمعنى صح مصطفى بيطفش راحت جايه في عمر السعيد وداخله جون. طيب هنلم الدنيا هتتلم 5 دقائق تانيين وتلاقي محمد محمود بيجيب كوره ولا اروع برده من فكره ان انت ايه، عمرو السوليه اللي كان لسه نازل ما بقالوش بعض من الدقائق ما كانش مركز معاه وكان سايبه وما عملش عليه ضغط بشكل كبير قوي، فبالتالي رجعت القصه 2-2. اي حد هيفكر دلوقتي بالفرقه اللي موجوده بتغييرات كابتن مستر كولر اللي موجودين بما فيهم كمان ان الناس ما بتتفائلش بموديست، يقول لك خلاص الموضوع انتهى، النادي الاهلي خسر البطوله ديت لان الفريق مش هيقدر ان هو يعمل حاجه في الموضوع دوت. خلاص الفريق بتاعك انتهى بدنيا وفي نفس الوقت واضح كده ان هو ذهنيا كمان انتهى. ولكن اللي انت لو انت كنت بتتفرج بقى ومركز اكتر مع موديست، لان انا بصراحه انا مركز النهارده مع موديست اكتر من اي لعيب تاني في التغييرات، لان عايز اعرف هي المشكله فين، هي انت مشكلتك فين. والموضوع بسيط واي حد ما بيفهمش في الكوره لو اتفرج على الماتش هيفهم. كام كوره راحت لموديست؟ كام كوره الفرقه اللي حواليه كلها لعبت له عرضيه واحده؟ ولا واحده راحت لموديست، ولا واحده راحت على دماغه، ولا واحده، ورغم ان هو تحركه مميز جدا وتمركزه مميز جدا على فكره، مفيش ولا كوره راحت على دماغه. الكوره الوحيده اللي راحت على دماغه دخلت جون في الاشواط الاضافيه. وبعديها على طول فيوتشر طبعا ما عندوش الخبرات الكبيره اللي تقدر توقفه على رجله ان هو ياخد بطوله زي دي او يعاند اكتر في بطوله زي دي. هبط دقيقتين والاهلي خلاص هبط قدامه الدقيقتين، وبعد ما هو جايب جون وراكبك خلاص هيكمل بقى الموضوع انتهى. وده اللي حصل. كريم فؤاد ضغط خد الكوره هوب جون. فالماتش ده تحس ان هو كان انقاذ لمصطفى شوبير اللي كنت هتبتدي تسمع عليه بعد الماتش دوت كلام كتير قوي ان ابن بقى الكابتن احمد شوبير والواسطه ومش الواسطه والكلام ده كله. عندنا شريف اكرامي جديد وهنخش الموال ده مع شوبير بشكل كبير قوي. والناحيه الثانيه كنت هتقول على موديست يا عم خلاص بقى احنا زهقنا منك، ولكن الهدف ده كان جاء لاحياء. بس موديست يقول لك طب يا جماعه ما نفكر كده، العب له على دماغه، جرب كده نجرب نلعب الكره على دماغ موديست، ايه اللي هيحصل؟ الموضوع هيختلف. ولكن واضح ان كان في مشكله كبيره جدا في غرفه خلع الملابس من وجهه نظري مع موديست. معزول طول الوقت، دايما عنده مشاكل مع الفرقه، او بمعنى اصح مفيش حد بيتكلم معاه او بيقرب منه، او ما بنشوفش حتى في الصور او في الاحتفالات وجود موديست بشكل كبير قوي. النهارده الهدف ده هيدخله جوه اوضه اللبس. يعني انا اقدر اقول لك النهارده موديست دخل اوضه اللبس النهارده في الاهلي اول مره يخشها. هتبتدي اللعيبه تفكر بموضوع او بمنظر مختلف. في الملعب هي كانت بتفكر كتير قوي قبل ما تلعب له، دلوقتي في الملعب هتفكر كتير قوي ان احنا ايه، عندنا اوبشن ان احنا حد بيلعب بدماغه غير كهربا حتى لو مش موجود، لا اوبشن جامد كمان. فمبروك للنادي الاهلي، بطوله كانت مهمه جدا، اول بطوله بتاخدها الموسم ده بعد ثالث عالم للانديه. اللي جاي لسه طويل قوي وقصه، لسه عندنا افريقيا وعندنا حوارات كتيره جدا. ربنا يعني يعين اللعيبه، لان انا بصراحه شايف ان اللعيبه دي بتقتل بدنيا احنا بنخلص عليهم فعلا يعني. فاتمنى ان يعني بس هتقول ايه، ما انا كل شويه بطلع اقول الدوري ونظامه وشكله والموسم ده موسم استثنائي ومحدش بيسمع حاجه. فخلاص بقى احنا لبسنا الموضوع كده يا جماعه والدنيا كده تمام. في صفقات جديده هنتكلم عليها بكره ان شاء الله. في عندنا درس مهم جدا لازم نتعلمه من كاس العالم للانديه اللي فات علشان نقدر نديه للاجيال اللي بعد كده هنتكلم فيه. فانتظرني بكره في حلقه جديده، وان شاء الله باذن الله تيجي في ميعادها زي دلوقتي كده والدنيا تبقى زي الفل وكله تمام. خلاص اشترك على القناه، ادينا لايك الحلو على الفيديو ده، الكابت على السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، تروح تشترك عليها. اشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.